شهدت مدينة عين مليلة تظاهرة البطولة الوطنية للشطرنج التي انطلقت منافساتها بدار الشباب مولود قاسم نايت بالقاسم، والتي نظمها نادي عين مليلة للشطرنج. وشارك بالبطولة أكثر من 82 متنافسا من كلا الجنسين. رئيس نادي عين مليلة للشطرنج نظم النادي في إطار الاحتفال بالذكرى التأسيسية الأولى، الدورة وطنية اللي عرفت مشاركة واسعة، حوالي أكثر من 82 مشارك يمثل ولاية الشرق بالإضافة إلى ولاية تيارت حاسم مسعود في مشاركة واسعة. نادي فتي يحاول نشر هذه الرياضة اللي هي تعتبر من بين الرياضات الأكثر شعبية من حيث عدد المشاركين، على غير الرياضات الأخرى المعروفة كأن شعبيتها على أساس أكثر المشاهدين. نتمنى إن شاء الله تمر هذا التظاهرة في نجاح. تساهم لعبة الشطرنج لدى الأطفال في تقوية قدرة الاستيعاب بشكل سليم، كما تحفز القدرة الذهنية وترفع من معدل الذكاء وتزيد من الإبداع. عبد الرحمن، عندي 3 سنوات وأنا أمارس رياضة الشطرنج. تحصلت على 2 مراتب. الأولى بطل الولاية في سن 10 سنوات، وبطل الولاية في سن 12. دعس محمد المنور من ولاية بسكرة. هذه هي تعتبر رابع مشاركة لي. أحب جدا هذه الرياضة وأنصح بها كل من يريد تعلم رياضة فكرية. حفيدي هذا تعلم لعبة الشطرنج منذ سنوات، لكن هو وريث لأبيه الذي حتى حصل على بطولة الجزائر في أقل من 12 سنة، وبطولة الجزائر إلى كم من مرة. شارك في بطولة إفريقيا، شارك في بطولة العربية وكان نائب بطل العرب في العراق أقل من 16 سنة، شارك في بطولة المدن العربية في أبو ظبي في سنة 2002، شارك في أقل من 16 سنة في كأس العالم، أقل من 16 سنة في إسبانيا، وطبعا كان ممتازين في هذه اللعبة. لعبة الشطرنج ترفع معدل الذكاء وتحسن الذاكرة، وهذا كان رأي البطلة الجزائرية المتوجة بالمرتبة الأولى في البطولة العربية للشطرنج بالأردن سنة 2020. الذي ما يلعبش الشطرنج باش يدخلوا لها، لأنها هواية تيسر لك طريق دراستك، تخليكم تحطوا بزربة. ونتمنى الولاد الآخرين يكتشفوا الرياضة هذه ويخش فيها من حوايج مليح. الحاجة اللي نحبها في الرياضة هذه هي الفوائد اللي بنتي اكتسبتها، فوائد اللي اكتسبتها في شخصيتها وفوائد اللي اكتسبتها في دراستها. وتميزت هذه البطولة التي نظمت وفق النظام السويسري بوتيرة 7 جولات بوتيرة 25 دقيقة مع إضافة 5 ثوان لكل نقلة وفق ظروف تنظيمية محكمة. جرت في 7 جولات، منافسة يعني كانت شرهة. سيرتو اكتشفنا لاعبين جدد لكنهم أقوياء بفضل الانترنت، دونك تعلموا فاجئونا. اسمي ضياء، طالب جامعي نقرا في الصيف كطريق يماني ميديسين. جيت اليوم عين مليلة على جال نشارك في التورنوا تاع الشطرنج. صراحة كانت أجواء جميلة بزاف، كاين ناس عدد مشاركين كبير من مختلف الولايات تاع الجزائر، والحمد لله والله كانت تجربة اجتماعية مليحة. من اللاعب بولانس علاء الدين بطل الجزائر سنة 2018 والفائز بدورة عين مليلة سنة 2023. التنظيم كان رائع في المستوى، إن شاء الله تعاودوا لنا مرات خلاف لي تورنوا كيما هذا إن شاء الله. رياضة الشطرنج رياضة ذهنية من شأنها أن تصنع العباقرة إذا تم الأخذ بعين الاعتبار الفوائد الجمة التي تحققها للصغار والكبار. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. دزاير تيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.